تخيل تكره خوك سنين طويله وفي الاخر توصلك واحد الرساله، ولكن كتوصلك متاخره بزاف. واحد النهار سول الوليد الام ديالو وقال ليه ماما علاش عندي هاد الضربه في وجهي. شرحت ليه الام وقالت ليه ملي كنتي صغير خوك الكبير كان كيلعب معاك وضربك بالخطا وانتوما كنتو كتلعبوا. الولد تعصب بزاف ومشى كيجري عند خوه وقال ليه انا كنكرهك بواحد النبره ديال الصوت ديال الغضب، انت السبب في هاد الشيء اللي في وجهي. كبروا بجوجهم كل واحد فيهم شد الطريق وما بقاتش الهضره بيناتهم. ماتت امهم قبل ما يتصالحوا وهذا الشيء بقى جرح ما كيداواش. زوجوا بجوجهم وولدوا وليدات، ورغم هذا الشيء كامل عمرهم ما هضروا ولا تصالحوا. كانوا كيتوحشوا بعضياتهم ولكن الكبرياء ديالهم كانت اقوى. داز سنين طويله حتى لواحد النهار كيجي واحد الاتصال للاخ كتقول ليه الو انا مرت خوك، راه خوك مريض بزاف وراه دخل للسبيطار. كان الرد ديالو بارد بزاف وما مشاش يزور خوه. ومن بعد ايام توصل بخبر صادم، خوه الكبير جاتو جلطه ما بقى كيهضر ولا كيتحرك. وملي وصل للسبيطار لقى خوه فارق الحياه وخلى ليه رساله كتب فيها خويا العزيز ما كنتش قاصد نخسر لك وجهك، كنا كنلعبوا تحتي وجرحك واحد سلك في الارض، كنشتاق لك بزاف. اكبر ندم في حياتي هو ما كانش عندي الشجاعه نقول لك سمح لي، خلي ولادنا يبغيو بعضياتهم وما يكونوش بحالنا. هذه هي امنيتي الاخيره. قصه كتعلمنا باللي كلمه سمح لي الا ما تقالش في الوقت ديالها ممكن تجي متاخره بزاف، وبنادم عمره ما يحكم حتى يعرف الحقيقه.